السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة مع بعض هنعمل ريفيو عن المبرد فريش زي ما انتوا شايفين كده، بكل مميزاته وبكل عيوبه وبأسعاره كمان وفترة الضمان بتاعته. ومع بعض كده هناخد جولة كده ونشوف بيستخدم ازاي وكل حاجة فيه معناها ايه. تمام كده. النهاردة الريفيو عن المبرد او السنسور الكهربائي فريش. حبيت اجيبه فريش لان الكل بيشكر فيه بسم الله ما شاء الله. هو انا ما عملتش الريفيو دوت الا بعد ما جربته علشان يبقى على ضمانتي حقيقي وتبقى حاجة مضمونة واعرف اكلمكم عليه في منتهى الجدية وبأمانة. فريش ما فيش احسن منه. تمام كده. هنعرف بالظبط كل حاجة فيه بتستخدم ازاي. المبرد بتاعي سخن وبارد وفاتر. تمام كده. في 3 حنفيات من تحت زي ما انت شايفة كده اهو. فيه نوع منه اللي هو القديم ابو حنفية من تحت، حنفيتين وفي 3. في الحنفيات بتاعته ما بتبقاش بالشكل دوت، اللي هي الحنفية اللي بالضغط بتضغطي عليه بالكوباية وبتنزل المية. لا، انا حبيت بصراحة المبرد بتاعي يبقى الزراير بتاعته من فوق زي ما انت شايفة كده كمان، وفي زرار الاحمر دوت هقولك عليه برضو دلوقتي دوت ليه وبيستخدم في ايه. دول 3 لونات زي ما انت شايفة كده، كل واحدة فيهم بتنور لون مختلف عن التانية. بيبقى ليها معنى وليها كمان ان انت بتعرفي عن طريقها السخن من البارد من الفاتر. دول 3 حنفيات ب3 استعمالات، وكل حاجة في المبرد النهاردة هنقولها وهنشرحها بالتفصيل، وكمان هنقول السعر في آخر الفيديو. تابعينا لآخر الفيديو وشير ولايك وسبسكرايب وفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد. وعن طريق مطبخنا مطبخ مامتي ست الكل هنعرف ريفيو كمان عن كل حاجة انتي ممكن تبقي محتاجاها في بيتك. بناء عن طلباتكم اكتبوا لنا الكومنتات، ويلا بسرعة لايك كتير علشان الفيديو يتشير والفيديو يشوفوا الناس كلها. عندك فيه زرارين كده كمان من الجنب زي ما انت شايفة، اللي هما الاوف ودول يعني زراير التشغيل بتوعه من الجنب، اون واوف. تمام كده. تمام كده. بتشغلي زرار للسخن والبارد وزرار كمان للتشغيل لتوصيل الكهرباء بتاعته. كده الاتنين زي ما انت شايفة كده على وضع الاستعداد للتشغيل بتاعه. كده خلاص المبرد بتاعنا حطينا الفيشة بتاعته وكمان دوسنا على الزرارين، وكده ابتدى يشتغل المبرد بتاعك سخن وبارد. يعني درجة الحرارة بتاعة السخن لا تقل عن 95 درجة مئوية، والبارد لا تزيد عن درجة حرارة تحت الصفر 4%، والفاتر يعني مية عادية خالص كأنها نازلة من الحنفية. والعلامة دي علامة الخطر لأن الحنفية هنا هي دي اللي بتنزل لي السخن. وهنشوف مع بعض كل حاجة بكل دقة. طبعا الدرج ده درج لتخزين المية الزايدة. عند ما تفتحي الحنفيات دي ممكن أي طفل معاكي هيملى الكوباية ممكن ينزل منه شوية مية زيادة، دي بتعمل على حفظ أي مية زيادة، وفي إمكانك إن انت تفضيها وتحطيها تاني. طبعا عندي المبرد بتاعي فهو بفريزر زي ما انت شايفة كده. في منه بحافظة بيبقى دولاب بس عادي، ممكن تحفظي بس فيه اي مبردات عندك، اي عصاير، اي حاجة ممكن تحفظيها بس مش اكتر. انما اللي انا جايباه بفريزر يعني بيسقع العصير. عندك شوكولاتات، عندك بسكوتات ممكن تحطيها فيه وبتبقى ساقعة زي درجة التلاجة بالظبط. بس هو كله شغال بموتور واحد ودوت مش عيب فيه ولا حاجة. بالعكس، عند ما تكون جودة الشركة بتاعتك ممتازة ما تخافيش على المبرد بتاعك حتى لو بموتور واحد. زي ما انت شايفة كده طبعا دي فتحات اللي بتطلع السخونية بتاعة الموتور،
ودي الشبكة الخلفية بتاعة الفريون بتاعة الموتور بتاع الفريزر وبتاع الحنفيات من فوق زي ما انت شايفة كده. ده شكل المبرد من الخلف، وبصراحة في مميزات حلوة قوي قوي قوي. وهقولك كمان على مدة الضمان بتاعته ممتازة جدا، مختلفة عن اي شركة تانية. وبصراحة الصوت بتاعه ملهوش صوت خالص، وعن تجربة انا جايباه كده ما بقاليش سنة، لسه ما عدتش الضمان بتاعه، فقلت اجربه الاول واعمل لكم ريفيو عنه بعدين. طبعا دي عندك اهي الفتحة دي زي ما انت شايفة كده، دي اللي بتقومي بفكها وبتفرغي المية عند ما تبقي عايزة تنضفي الخزان بتاع المبرد بتاعك، بتفضيه زي بتفتحي الفتحة زي ما وريتك كده، وبتبقي بطبق بتتفرغ كل المية اللي موجودة فيه، وبتقومي بدورة تنظيف لقلب المبرد بتاعك. تمام كده، تمام كده، ملهوش صوت، ودي ميزة فيه حلوة قوي قوي، الكل بيشتكي منها في الشركات التانية. عن تجربة ملوش صوت خالص، الموتور هادي جدا وما بيهتزش خالص. بصي القاعدة التحتية بتاعته في مبردات الفترة اللي فاتت أو السنين اللي فاتت كانوا بينزلوه في الأسواق من غير القاعدة بتاعته دي، وبتضطري تعملي له قاعدة ستانلس أو قاعدة ألموتال بعجل. لا، القاعدة دي بتغنيكي عن عمل أي قاعدة ليه خالص، وما بتخليهوش إن هو يهتز مع دورة الموتور بتاعته. طبعا دي الإرشادات بتاعته إرشادات هامة جدا، طبعا بتقول فيها إن ما ينفعش تشغلي المبرد غير بعد 3 أو 4 ساعات من ما جايبه. يعني بتجيبيه طبعا انت بتجيبيه من المحل بتاعه، بيبقى في العربية النقل بيبقى طبعا الحركة بتاعته الفريون بتاعه ما بيبقاش ثابت، لازم تثبتيه على الأرض 3-4 ساعات وتستني شوية لحد ما تحطي الفيشة بتاعته. تمام كده، تمام كده. هنقول كمان تاني ايه هو مميزاته معانا. بصي التلات زراير دول زي ما انت شايفة، احنا قلنا واحد للبارد وواحد للفاتر وواحد للسخن. دوت زرار امان لأي طفل عندك ما يقدرش يشغله غير لما يحرك الزرار اللي فوق الاحمر ده علشان السخن يشتغل معاه. واكيد طبعا مفيش طفل هيوصل لانه يفكر انه يحرك الزرار ده علشان يشغل المبرد، فلازم انتي اللي تقومي بتشغيل المبرد. لو عايزة السخن لازم تضغطي على الزرار الأحمر ده، فدي ميزة فيه برضو جميلة جدا ما هياش في أي شركة تانية. طبعا وضع القارورة بتاعتنا هنقول برضو انتي بتحطيها ازاي، وفي مرة تانية هوريكي بتملي القارورة ازاي. وفي ناس كتيرة قوي كمان ما بتعرفش تحطها مليانة، لان هي بعد ما بتمليها المرة الأولى وتيجي تمليها تاني بتدلدق بقى وتغرق الدنيا. هقولك بعد كده في فيديوهات تانية جاية تعملي ايه علشان ما تبقاش تغرق الدنيا معاكي. طبعا دي الفتحة، ده البنز بالظبط كده اللي بتخش فيه فتحة القارورة من فوق، وده الغطا بتاع مكان القارورة بتلفيه لفة كده بيبقى فيه تكة، وبكل سهولة وبكل بساطة بترفعيها لما تعملي دورة غسيل بالمية والخل. هتقومي دلقة المية كده صباها في قلب المكان ده، وبتعملي دورة غسيل في قلب الخزان بتاعك. خزان المبرد بتاعي 4 لتر، تمام. في خزانات بتبقى 3 لتر وفيه كمان 2 لتر. لا بصراحة سعته جميلة جدا، وحجمه جميل جدا، بياخد كمية كتيرة قوي من المية، وكمان مزود بفلتر زيادة عن المية اللي بتجيبيها بالقارورة من اي سوبر ماركت من بره. هو نفسه في فلتر كمان من جوه، فدي حاجة جميلة جدا في قلب المبرد بتاعنا. النهاردة مميزاته حلوة قوي وجميلة جدا جدا. لسه ما قلناش كمان على فترة الضمان بتاعته والسعر، لسه هقولك عليه، بس ركزي معايا لآخر الفيديو. كده عرفنا القارورة بتاعتنا بتركب ازاي. طبعا دي البلاستيكة بتاعته اللي بتبقى انا عاملاها من فوق، هقولك برضو طريقتها. دي الفكرة بتاعتي فكرة بسيطة جدا. لما بملى القارورة بتاعتي من الفلتر واجي اركبها بحط لها
الكيس اللي هو عامل زي الاسترتش كده، بلف بيه الغطا من فوق، وابتدي اقلب القارورة بتاعتي واحطها من فوق علشان ما تعملش مية حوالين المبرد. ودي فكرة بسيطة جدا. ايوه كده، وببتدي احط القارورة بتاعتي من غير اي مشكلة. طبعا القارورة بتاعتك لازم تجيبيها مصنعة من البلاستيك القوي. طبعا النوع ده احسن نوع في الاسواق، بتجيبيها ب45 جنيه من الشركة او من اي سوبر ماركت بره، بتبقى حلوة، ونوع البلاستيك اللي فيها جميل جدا وما بيطوصي ولا مع ضغط المية ما بتتشفتش ولا تتكسر، فحلوة قوي قوي قوي. يبقى عندي المبرد فريش ادي كده. دلوقتي عرضنا عليكم كل مميزاته، وبصراحة هو ما فيهوش عيوب لحد دلوقتي، وهقولك على الضمان بتاعه 2 سنين كمان، احسن من اي شركة تانية ليها ضمان. كل الشركات ضمانها 1 سنة بس، الا شركة فريش فهي ضمانها 2 سنين. وهقولك لسه على السعر، ركزي معايا لآخر الفيديو. هقولك على سعره في متناول الجميع برضو، وأحسن من أسعار تانية كتير في قلب الأسواق. أنا كده جبت كده دلوقتي كوباية، وهحاول أصبلك فيها علشان برضو تشوفي درجة التبريد ودرجة التسخين بتاعة المبرد، هتشوفيها دلوقتي وعلى الطبيعة. هملى القارورة وهاجي أحطها وهوريكي هيبقى نشتغل ازاي. كده دلوقتي حطيت 3 كوبايات زي ما انت شايفة كده، وهبتدي اجرب لك عملي، وهتشوفي درجة التبريد بتاعة المية شكلها عامل ازاي، ودرجة التسخين بتاعة المية برضو هتبقى عاملة ازاي. هنبتدي كده بقى نشغله وندوس على كل زرار من فوق، السخن والبارد والفاتر، وهتشوفي هتبقى عاملة ازاي المية. سعره مناسب جدا للجميع، وفي منه ألوان كمان نسيت أقولك، في منه الفضي وفي منه الأبيض وفي منه الرمادي، وكل حاجة من دول ليها أسعارها. أغلى حاجة اللي هو السيلفر زي ما أنا جايباه كده قدامك، ده أغلى حاجة. هنحاول بقى كده دلوقتي نشغل السخن مع بعض، وندوس على الزرار الأحمر من فوق علشان نضغط عليه، زرار الأمان بتاع السخن، ونضغط عليه علشان ننزل المية السخنة قدامك وهتشوفيها. ونقول بسم الله، ندوس كده اهو. لازم تحركي الزرار كده ناحية الشمال وتضغطي على الزرار الأسود، هينزل المية سخنة زي ما انت شايفة الدخانة اللي نازلة دي منه اهو. درجة حرارة لا تقل عن 95 درجة مئوية، بل كمان 98 درجة مئوية. حلوة قوي قوي قوي. عايزة تعملي شاي، عايزة تعملي حاجة سخنة، عايزة تعملي نسكافيه، ينسون، أي حاجة سخنة ممكن تعمليها من خلاله. هنجرب بقى كمان بعد كده الفاتر. طبعا درجة حرارته معقولة جدا، ما فيهاش أي مشكلة. درجة حرارة الغرفة عادية جدا جدا، وكأنها مية نازلة من الحنفية اهو. بصي السخن المية شبرت ازاي حوالين الكوباية. حبيت بس اقرب لك الكاميرا علشان تشوفيها ويبقى على الطبيعة. يلا بينا تعالي بقى نجرب المية الساقعة. مية ساقعة كأنك جايبة ازازة المية من التلاجة، وده طبعا بيوفر عليكي بقى كتر الازايز الموجودة في الشقة والمطبخ، بيغنيكي عن ده كله، وبيبقى حلو قوي 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 في الاستعمال، وسهل جدا وبسيط جدا. ادي المية الساقعة اهي زي ما انت شايفة اهي، برضو جميلة جدا جدا. 4% تحت الصفر. تمام تمام. الاسعار بقى ايه؟ هنقول السعر بتاعنا النهاردة فريش انا جايباه ب2500 جنيه، منه الرمادي العادي 2400 جنيه، بيقل عنه ب100 جنيه بس.
علشان اللون. وفي عندك اللي بحافظة بيبقى أرخص من كده، بيبقى 1200 1100 جنيه. عشان ده بس بالفريزر هتلاقيه غالي شوية، 300 أو 400 جنيه. وبكده نقدر نكون قدرنا نفيدكم النهاردة في الفيديو بتاعنا، واللي استفادت النهاردة من الفيديو بتاعنا شير ولايك وسبسكرايب وفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله.